المشكل الاساسي. المشكل الاساسي ما راهوش في اللاعبين الاساسيين. اللاعبين الاساسيين اللي راهم هنا حاليا في المنتخب الوطني يقدروا يجيبوا افضل النتائج. حوالي 15 14 لاعب راهم في المنتخب الوطني تقدر بهم تجيب افضل النتائج. بارك الله فيك. الاشكال ما منحناش فرصه في مباراه وديه اللاعبين بالامكان الاستفاده منهم فيما هو قادم. هذا هو الاشكال. الاشكال ماهوش في النتائج ابدا، لاني انا بالعكس متفائل باننا سوف نلعب بافضل اداء. وايضا باش نتكلموا شيء، المدرب بيتكوفيتش على الخط واحد من افضل المدربين الذين مروا على المنتخب الوطني. دير خطين علاش قلت لك المدرب على الخط في الكوتشينج، في التغييرات الصحيحه، في القراءه الصحيحه للمباراه، في طريقه تسيير المباراه. بيتكوفيتش ممتاز. بيتكوفيتش اشكاله في التصريحات اللي يديها قبل القائمه وفي كيفيه اختيار لاعبين. هذا هو الاشكال. وفي الطموح هناك تناقض في تصريحاتنا. نظن بلي بيتكوفيتش في الطموح المستقبلي لبيتكوفيتش مع المنتخب الوطني، لانه المدرب اللي يكون طموح تلقاه يحاول، تلقاه يجرب، تلقاه عنده طموح لانه يروح يلعب كاس العالم ب 22 لاعب جاهز. يعني بيتكوفيتش ما عندوش طموح كبير في كاس العالم. بيتكوفيتش تحسه يلعب على قيش الاهداف تاعو، الاهداف المسطره، والاهداف المسطره هي التاهل لكاس العالم، وراه قاب قوسين او ادنى من التاهل لكاس العالم. والهدف المسطر في كاس افريقيا هو الوصول للدور الثاني في كاس افريقيا. هذا هو الهدف المسطر مع الفيدراليه الجزائريه لكره القدم. ونظن بلي هذا الهدف هو في متناول المدرب، لانه الوصول الى الدور الثاني لكاس افريقيا التي سوف تقام بالمغرب يكفي انك تحتل المركز الثالث في مجموعه فيها السودان، فيها غينيا الاستوائيه، وفيها منتخب بوركينا فاسو، وانت متاهل للدور الثاني. نظن